فيلمنا النهارده بيبدأ بالشرطي 323 واللي بيبقى اسمه كيرا، واللي بنشوفه ساعتها وهو بيطارد جماعة مشبوهة كده في حواري اليابان، بس بالصدفة وقتها بيخبط في واحدة جميلة جدا شبه الممثلين، بس ده يعني مش وقت تعارف، يعني في جريمة بتحصل مش وقته الكلام ده. المهم دلوقتي بنشوف لين وبنلاقيها شبه الممثلين فعلا، بس باين عليها كده انها بتشتغل في حاجة مشبوهة لانها على طول قاعدة في اماكن مخفية مع جماعة هنود، ولما بيعملوا المطلوب منهم بتديهم فلوس كتير. مع مرور الاحداث بقى بنكتشف انها شغالة في التهريب، بتهرب المخدرات جوه كل حاجة ممكن تتخيلها، والجماعة دول هم اللي بيساعدوها. المهم بعد ما بيخلصوا بيروحوا يلبسوا البدل ويروقوا على حالهم علشان اللي يشوفهم يقول انهم جماعة ولاد ناس يعني وما يشكش فيهم، وبياخدوا بعد كده شنطهم اللي مليانة بلاوي وبيطلعوا على المطار. بنرجع بقى لكيوا اللي بيبقى قاعد مستني من ماي اي رسالة، بس طبعا الكلام ده ما بيحصلش، وبنعرف انهم انفصلوا يوم كتبة ابريل، وعلشان كده هو كان فاكرها بتهزر ولسه مستنيها ترجع لحد دلوقتي. ومن يومها يا عيني وهو كل يوم يشتري علبة اناناس علشان كانت بتحب الاناناس، بس يعني هو ما كانش بيشتري اي علبة كده والسلام، ده كان لازم تكون بتاريخ انتاج 1/5 علشان ده عيد ميلادها. بس على العموم دلوقتي بيقرر انه بعد ما يخلص 30 علبة بالظبط من غير ما تكلمه يبقى كده بقى حبهم انتهى للابد خلاص، بس علشان يختصر الموضوع بياكل ال30 علبة كلهم في يوم واحد، واللي هو 30 ابريل، ويعتبر ده رقم قياسي. بس بعد شوية كده بيفتكر ان عيد ميلاد ماي بكرة، ولو كانت موجودة كان زمانهم بيحتفلوا مع بعض دلوقتي. ساعتها بقى بينزل لجاره اللي بيبقى فاتح مطعم، وفي واحدة كده بتشتغل معاه اسمها ماي، وهو اي ماي وخلاص بقى، المهم يخرج يعني من الموضوع ده. بيروح دلوقتي يقول للراجل انا عاوز اروح السينما، فبيقول له طب ما تروح، عموما ماي سبقتك على هناك مع صديقها، ابقى سلم لي عليها. فبيخرج وقتها وهو متضايق جدا، بس بيقرر انه مش هيآمن لأي واحدة اسمها ماي تاني علشان كلهم غدارين. بيفضل بقى بعد كده يتصل بكل الناس اللي يعرفهم علشان يخرجوا معاه، لحد ما بيوصل لزمايله اللي كانوا معاه في ابتدائي، بس المشكلة ان ما كانش حد فاضي ينزل في الوقت ده، خصوصا ان معظمهم متجوز ومعاهم عيال وشايلين مسؤولية كبيرة. فبيحس طبعا بالإحباط علشان الناس كلها عندها حياة ومشغولين فيها، ومفيش غيره بس هو اللي وحيد ومش لاقي اي حاجة يعملها. ده غير كمان ان بطنه وجعته من كمية الاناناس اللي كلها ومش عارف يعمل ايه ولا يروح فين. فبيقرر وقتها انه يطلع على البار علشان يفش غله في الكحول لحد ما يروح ينام. بيفضل بقى قاعد يشرب فترة طويلة لحد ما بيحس انه بيهلوس، وما بيبقاش عارف اذا كانت اللي قاعدة قدامه على الترابيزة ممثلة فعلا ولا لا. فبيقوم يقعد جنبها ويتكلم معاها علشان يتأكد انها حقيقية مش جرافيك، ويمكن تعجب بيه بالصدفة ولا حاجة. المهم يعني بيسألها اذا كانت بتحب الاناناس ولا لا، بس هي بتقول له اطلع من دماغي دلوقتي انا مش ناقصاك. فبيقول لها خلاص هقعد معاكي وانا ساكت ومش هتكلم خالص. قال صحيح هو انت لابسه نضاره شمس بالليل ليه؟ هو حضرتك عاميه؟ فبتقول له لا بس علشان مش عاوزه اشوف المتشردين اللي شبهك، وبعدين قوم بقى شوف لك ترابيزه تانية اقعد عليها، الدنيا ما دقتش عليك يعني. بس هو ما بيرضاش يقوم، وبيقول لها انت عارفه ان اغنيتي المفضله هي دايما دموع 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 علشان بتفكرني بالخازوق اللي خدته، اكيد انت كمان متخزوقه صح؟ عموما يا ستي ما تزعليش، هي الدنيا كده لازم نجري علشان نلحقها، ايه رايك بقى تجري معايا؟ فبتقول له والله انا جريت بما فيه الكفايه النهارده لحد ما تعبت، شوف حد تاني تفرهده معاك بالحكايه التعبانه دي علشان انا مش طايقه نفسي ومصدعه. بس هو برضه مش بييأس، وبيفضل يقول لها على فكره انا ما عنديش صديقه ولسه صغير، اكيد انت محتاجه راجل ياخد باله منك برضه. فبتقول له انا كمان ما عنديش صديق، انت عندك كام سنه؟ فبيقول لها وهو مبسوط جدا انه كمل 25 من ساعتين بس هي ساعتها بتبص له بقرف وبتقول له لا مش عاجبني. هو بقى لو يعرف اللي فيها اساسا هيطلع يجري اصلا، بس الشعر الاصفر ده كان مزغلل عينيه ومخليه مش شايف دخان الحشيش اللي عماله تنفخه في وشه ده من الصبح. المهم بعد وصلة شرب ملهاش اخر بيقعد يحكي لها انه كان مرتبط لمدة 5 سنين، بس هي سابته فجأة وقالت له انهم مش متفاهمين، وبيفضل بقى يرغي لحد ما هي بتنام، وهو كمان بينام بعدها ومش بيصحى غير على صوت الراجل، وهو بيقول له عاوزين نقفل يا عم الحاج الله يكرمك. فبيقعد يصحي فيها لحد ما بيزهق بس ما بتصحاش لانها عميانه من كتر الشرب، فبيقرر ياخدها معاه للبيت لحد ما تفوق لانه ما يعرفلهاش عنوان ولا يعرف اسمها حتى. المهم يعني انه بيقعد طول الليل ياكل ويتفرج على افلام قديمه لحد ما الشمس بتبدا تطلع كده، وساعتها بيقوم يلبس بقى علشان ده ميعاد نزوله، وبيسيبها نايمه عنده في البيت. بيفضل بعد كده بقى يعمل شوية رياضة تحت ويتمرن على الجري لحد ما بيخلص وبيروح ياخد قهوة، وساعتها بيقول له صاحب المكان ارحم نفسك شوية قلبك هيوجعك من كتر الجري ده. على العموم يعني في واحدة لسه شغالة عندي جديد اسمها فايا ومش وحشة، بس الحق خدها بسرعة قبل ما ريتشارد يتعرف عليها وساعتها ما تلومش الا نفسك.
فبيقول له لا يا عم دي عامله بوي كات وهب انا وهي مش شبه بعضنا، انا عاوز واحده شعرها عادي. المهم يعني بعد كام ساعه كده بيروح ظابط يشتري منهم في المحل سلطه، وبيبقى واضح عليه انه زبون دايم، بس فايا ما بتعرفوش لانه اول يوم ليها في المكان. فبيجي صاحب المطعم يقول له سلطه لصاحبتك برضه، هي ما بتزهقش منها ولا ايه؟ يا عم جرب تاخد لها رز وسمك ولا اي حاجه بدل ما معدتها نشفت كده. بس هو بيبقى قلقان جدا لحسن الاكل الجديد ده ما يعجبهاش ولا حاجه، فبيقرر خلاص انه هياخد الاتنين علشان اللي يجي معاها سكه تاكله. المهم بعد كام يوم بيرجع الظابط مره تانية للمطعم، بس المره دي علشان يطلب اكل لنفسه، وبيقول ساعتها البرك تخيل انها طلعت ما بتحبش السلطه فجاه وقالت لي انها عاوزه تجرب حاجه تانية. فبيفهم ساعتها انهم سابوا بعض وبيحاول يواسيه بانه يقول له يعني خلاص خليها تجرب حد غيرك لحد ما تعرف ان مفيش احسن منك وكده كده هترجع لك تاني. فبيقعد بقى يحكي له انه اتعرف عليها في الطياره لانها مضيف الطيران، وكان متخيل انهم هيطولوا مع بعض اكتر من كده لانها كانت بتقول له انها بتحبه جدا. فبيقول له خلاص يا عم كبر دماغك منها واعرف واحده تانية، الكوكب عليه 4 مليار واحده بس انت اللي مكبر المواضيع ومقفل دماغك على دي بالذات. فبيقول له لا يا عم الموضوع مش بالسهوله دي، يعني اكيد مش في يوم كده هغيرها واجيب غيرها، هي جزمه انت بس علشان مش جوه الموضوع فشايف الامور سهله. بس عموما يعني انا مبسوط جدا انك بتسمعني وبتنصحني، وانا اوعدك اني هبقى كويس ما تقلقش عليا. المهم بعد كام يوم كده بتيجي المضيفه للمطعم وبتسال على الظابط اللي كان بيجي ياخد السلطه من هنا كل يوم، فبتبص لها فايا كده من فوق لتحت وما بترضاش ترد عليها. اما بارك فبيقول لها انه ما جاش هنا النهارده علشان الورديات بتاعته اتغيرت، هو ما قالكيش كده ولا ايه؟ بس هي مش بترد عليه وبتساله اذا كان هيجي يوم السبت ولا لا. فبيقول لها الحقيقه ما اعرفش، انا مش عامل له جدول يعني. فبتروح تطلع جواب من شنطتها وبتقول له طيب ابقى اديهوله لما يجي. اول بقى هي ما بتمشي بيسيح اللزقه على البخار علشان يفتح الظرف يشوف فيه ايه، وبعد كده يبقى يقفله تاني ولا من شاف ولا من دري. فايا بقى بتبقى واقفه تراقبه وهي عامله نفسها بتنظف لحد ما بيخلص قرايه وبيرجعه مكانه، فبتروح بسرعه تطلعه قبل ما اللزق ينشف عليه علشان تقراه هي كمان، اشمعنى هي يعني. المهم بعد كده بتلاقي المدير طالع وبيقول لها هرجع بعد شويه، ومن بعدها العمال كلهم بيمشوا هما كمان وبيسيبوها في المكان لوحدها، بس هي مش بتعترض عادي. بعد شويه كده بقى بيجي الظابط يسالها انت هنا لوحدك ولا ايه؟ فبتقول له لا دول كلهم كانوا هنا من دقيقه بالظبط، بس خرجوا اول ما شافوك مش عارفه ليه. على العموم خد القهوه بتاعتك اهي، وعلى فكره كان في بنت حلوه قوي امبارح جت سالت عليك هنا وسابت لك رساله معانا، بس الغريب انه ما بيرضاش يمد ايده ولا ياخدها، وبيقول لها لما اخلص القهوه بقى هبقى اشوف فيها ايه. وفعلا بيقف يحتسي القهوه بتاعته بالسلو موشن وهي واقفه مستناه يخلص بفارغ الصبر، بس بمجرد ما بيخلص الكوبايه بيدفع حسابها وبيمشي. بس هي بتنادي عليه يعني وبتقول له نسيت الرساله بتاعتك يا باشا. فبيقول لها لا ما نسيتهاش ولا حاجه، خليها معاكي دلوقتي وابقى اخدها المره الجايه. بس بقى المره الجايه ما بتجيش لانه بياخد اجازه من الشغل وبيختفي تماما عن الانظار، وبيفضل قاعد في بيته ليل ونهار وبيحاول يلهي نفسه عن التفكير في الموضوع، بس في النهايه مش بيعرف، وده بيخليه شويه مكتئب. وشويه تانيين بيحاول يواسي نفسه ويقول ان كل الناس بيجي عليها لحظات تردد وهي اكيد بعد ما تفكر كويس هترجع لي تاني. المهم بعد كام يوم بتقابله فايا بالصدفه في الشارع وبتقول له انه صاحبه جه عندهم وهو اللي عرفهم انه في اجازه وتعبان. فبيقول لها لا انا كويس خالص، بس الحكايه بس ان غيرت الورديات بتاعتي وما بقتش فاضي، وكمان لما بيلاقيها شايله حاجه تقيله بيقوم يساعدها وبيشيل بدلها. في الطريق بقى بتحكي له ان المدير يبقى عمها وهو اللي طلب منها المساعده وهي ما رضتش ترفض علشان محتاجه تجمع اكبر مبلغ من الفلوس وتسافر تدرس بره. فبيقول لها وليه الفرهده دي يعني، ما تدرسي هنا وخلاص، ولا انت بتحبي السفر؟ فبتقول له اي انسان طبيعي بيحب يشوف اماكن جديده ويستكشف طول الوقت، وانا الصراحه كده عاوز اروح كاليفورنيا. فبيقول لها معلش بقى اصلا انا من النوع اللي عاشق للروتين وبحب اقعد في مكان واحد وما غيرش اي حاجه. هي بتتقبل الموضوع عادي وبتقول له ما تقلقش انا معايا فلوس كفايه وهبقى اخدك معايا على كاليفورنيا. المهم بس دلوقتي ان الرساله بتاعتك لسه معايا في المطعم، هتيجي تاخدها امتى؟ فبيقول لها انا ما عنديش وقت للكلام الفاضي ده، بلا رساله بلا بتاع، ابقوا ولعوا بيها فرن البيتزا. فبتقول له لا يا عم هات عنوانك بس وانا هبعتها لك على هناك وما تتعبش نفسك وتيجي ولا حاجه. فبيقف يكتب لها العنوان وبيطلع ساكن في نفس الحي على اخر الشارع، وبعد ما بيديها الورقه بيشيل قفص الطماطم تاني على قفاه علشان يوصله لها لحد المطعم. هناك بقى بتقعد تشرب قهوه وهي عماله تتخيل حاجات غريبه ومش دريانه بالدنيا. فبيجي وقتها المدير يهزق التيم كله وبيقول لهم مفيش وقت الاحلام اليقظه اللي انتوا فيها دي، ولما بيروح ناحيتها بتقول انا مش بحلم والله، وبتطلع تجري تشوف شغلها. تاني يوم بقى بتروح على بيت الضابط بس بتلاقيه راجع فجاه، فبتجري تستخبى بسرعه لحد ما بينزل تاني، وبعد كده بتمسك البيت تبهدله او تروقه مش متاكد، بس المهم يعني انها بتعمل حاجه مش مفهومه.
تاني يوم بقى بتنزل علشان تشتري شوية خضار كده للمطعم، وبتقابله بالصدفة في الشارع، بس المرة دي بيتعلم الدرس وبيسيبها تشد السبت مع نفسها ومش بيقوم يشيله بدلها. لما بيسألها بقى عن الرسالة بتقوله انها كانت مشغولة جدا الفترة اللي فاتت، بس هتبقى تبعتها له بالبريد. وبتطلع تجري بعد كده على بيته مرة تانية، بس لما عمها بيتصل بيها بتقوله انها لسه في محل الخضار ده، حتى صوت المية اهو. فبيقول لها خلاص ماشي، خلصي بسرعة وما تنسيش تدفعي فاتورة الكهرباء. وبعد ما بتقفل معاه بتقعد تلعب بالبيت، هي بتلعب بيه حرفيا لحد ما بتجوع، فبتقوم تعمل اكل كمان كأنه بيت ابوها. وبعد شوية كده بتنزل الشارع التاني علشان تتأكد انه لسه قدامه شوية لحد ما يطلع البيت، وبعد كده بترجع على هناك تاني. بس المرة دي عمها بيتصل علشان يتخانق معاها لانها اتأخرت جدا، فبتقول له ما انا رحت علشان ادفع فاتورة الكهرباء ولقيت الدنيا زحمة على الاخر، واديني واقفة في طابور طوله 100 متر، دعواتك معانا بقى يا عم الحاج. فبيقول لها زحمة ازاي؟ اللي انت بتقوليه ده مستحيل. فبتقول له انا ايش عرفني بقى، اهو زي ما بقول لك كده، اجي وابقى احاول تاني بكره. فبيقول لها لا لا ما تجيش، مش عاوز اشوف وشك هنا قبل ما تدفعي الفاتوره، بس روحي جربي في مكان تاني كده ممكن يكون فاضي شويه. وطبعا ده اللي هي كانت مستنيه تسمعه اصلا علشان تتاخر شويه كمان. فبتنزل تشتري شويه حاجات وبترجع تاني للشقه تحطهم فيها علشان تحسن من شكلها شويه، لان الظابط مش مهتم بيها خالص. وقبل ما تمشي كمان بتحط له منوم في الميه كده بلا هدف. المهم تاني يوم بتروح علشان تنظف الشقة تنظيفة العيد، بس بتلاقي شعرة طويلة كده على السرير، فبتقعد تراقبه شوية لحد ما بتشوف بنت شعرها جميل شغالة في المطعم اللي هو بقى يقعد فيه على طول. فبتروح تقول لها شعرك جميل كده ليه، وبتقطع منه واحدة وبتطلع تجري. فجأة بقى بيحس الضابط ان حبيبته رجعت البيت، فبيطلع يجري على هناك بسرعة، بس بيلاقي البيت غرقان بالمية، فبيقعد يشيلها وينظف كتير جدا لحد ما حيله بيتهد. وبعد كده بيلاقي الباب بيتفتح، فبيجري عليه بسرعه وبيتفاجئ بفايا قدامه وهي بتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ فبيقول لها بعمل ايه هنا ازاي يعني؟ انت حوله ولا ايه؟ ده بيتي، انت اللي بتعملي ايه هنا؟ فبتقول له انا جايبه لك سمك زينه هديه مش هتلاقيه في اي مكان تاني. فبيطلب منها تدخل تقعد معاه شويه وبيشغل لها موسيقى، فبتقول له ايه الاغنيه الحلوه دي؟ انت مهتم بالموسيقى وكده؟ فبيقول لها لا انا ما بحبش غير الاغنيه دي بس علشان حبيبتي كانت بتحبها. فبتقول لنفسها ده اكيد اتجنن ده، لان الشريط ده بتاعها اصلا ونسيته هنا من كام يوم لما كانت بتنظف الشقه. بس يعني عموما ما بترضاش تدي اي رد فعل، وبتقول له انها اغنيه جميله وخلاص. المهم بعد كام يوم الكهرباء بتقطع عليهم في المطعم فجأة علشان محدش سدد الفاتورة، فبيجيبوا فدان شمع علشان ينور المكان كله، وبيبقى بارك طبعا متضايق منها جدا وبيقول لهم مال كنتي بتروحي فين كل يوم لما الفاتورة بتاعت الكهرباء ما تسددتش؟ وفجأة بتلاقي نفسها اتزنقت في الكلام، فبتقول له اوه اسكت، مش انا عيانة وبروح للدكتور. فبيقول لها دكتور ايه؟ ما انت واقفة قدامي زي القرد اهو وعمري ما شفتك بتاخدي برشامة، ومش معنى انك مش بتشوفني يبقى انا كدابة مثلا. فبيقول لها طيب يا ست الكدابه، المرض الجديد اللي عندك ده هيخف امتى ان شاء الله ولا ما بيخفش؟ فبتقول له لا بيخف طبعا بس هياخد وقت طويل شويتين، يعني طول بالك معانا شويه. بمرور الوقت بقى بيلاحظ الضابط ان في صابون وفوط جديده هو ما اشتراهاش، وفي حاجات كتير كمان مش في مكانها، ده حتى الاكل طعمه متغير مش النوع اللي بيحبه وبيشتريه على طول. على العموم كده بيبقى في يوم شغال جنب شقته بالظبط، وبيشوف ساعتها فايا وهي قاعده تعمل طيارات ورق وتطيرها من عنده فوق، فبيطلع على هناك بسرعه علشان يمسكها متلبسه. فعلا بيدخل يدور عليها في البيت كله وهو متضايق جدا، بس هي بتبقى مستخبيه في الدولاب، واول ما بتجيلها فرصه تهرب بتطلع تجري على تحت بسرعه. بالليل بقى بيروح وراها على المطعم، فبتكلمه من بعيد كده وهي خايفه جدا وبتقول له انت عاوز ايه؟ فبيقول لها انا جاي اخد الرساله بتاعتي. فبتتوتر اكتر لدرجه انها بتنسى موضوع الرساله ده اصلا، وبتقول له اسال المدير انا مالي. فبيقول لها ما انا سالته وهو قال لي انها معاكي. ساعتها بقى بتفتكر انها شايفاها معاها في الشنطه، فبتجري علشان تطلعها بسرعه، وهي بتديها له بتقول له خد رسالتك اهي، انا عمري ما قريتها ولا اعرف فيها ايه. فبيقول لها بهدوء خلاص ماشي شكرا، انا عرفت من المدير انك واخده بكره اجازه وعاوز اقابلك في البار الساعه 8، اوعي ما تجيش. المهم تاني يوم بيستعد علشان يبدا مرحله جديده من حياته، وبيلبس الحته اللي على الحبل وبينزل يستناها في البار، بس الساعات فضلت تعدي وهي لسه ما ظهرتش، لحد ما بيجي عمها يقول له انها مش هتيجي لانها تسافر على كاليفورنيا، بس قبل ما تمشي سابت له الرساله دي. فبيقوم علشان يرجع بيته وهو شايل احباط الدنيا كلها فوق دماغه، بس في الطريق بيدخل كده سوبر ماركت يشتري مشروب علشان يشرب وينسى، بس بيتفاجئ وقتها بصاحبته المضيفه جوه، ولما بتشوفه بتسلم عليه عادي جدا. فبيسالها انت هنا لوحدك ولا ايه؟ فبتشاور له على موتوسيكل واقف بره وبتقول له لا صاحبي الجديد معايا، يلا باي بقى وابقى ادفع لي معاك. فبينادي عليها وبيقول لها في كام حاجه بس كده بتوعك في شقتي مش هتيجي تاخديهم؟ فبتقول له لا ارميهم وبتسيبه وبتمشي. المهم بعد سنه بترجع فايا من بره علشان تسلم على عمها بعد ما بقت مضيفه قد الدنيا، بس بتتفاجئ ان الضابط هو اللي في المطعم وشغال فيه تصليحات،
ولما بيشوفها بيقول لها ان عمها باع له المطعم ده، وبعد كده سافر يشوف رزقه في مكان تاني، وبيعبر لها عن اعجابه بلبس الشغل بتاعها وبيبارك لها على الوظيفة الجديدة. بس هي بتبقى مستغربة انه بقى يحب ذوقها في الاغاني العالية، وده لانه كان مشغلها في المطعم. ولما بتسأله بيقول لها ان الانسان بيحتاج وقت علشان يتعود، بس في النهاية بيقدر يعتاد على كل شيء. وبيطلب منها تقعد معاه النهاردة علشان تحضر افتتاح المطعم بكرة، فبتوافق على طول وبيقعدوا يتكلموا مع بعض شوية. ولحد هنا بيخلص الفيلم على كده. لو وصلتوا لحد النهاية ما تنسوش تعملوا لنا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفونا علشان يوصل لكم كل الملخصات اللي جاية. سلام.